والله وخدنا الاجازه. السلام عليكم جميعا، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. للمره المليون بعتذر جدا عن الانقطاعات المتتاليه اللي بتحصل على القناه، بس فعلا الاوضاع في الكليه ما كانتش ظريفه خالص. طيب انا جاي في الفيديو ده اقول ايه؟ مبدئيا الفيديو بنسبه كبيره في وقت من الاوقات هيكون اول فيديو موجود على القناه، فمحتاج اقول خلفيه بسيطه عني عشان الناس اللي ما تعرفنيش. مبدئيا انا اسمي احمد زي ما هو واضح من اسم القناه. بدات مسيرتي الفعليه على اليوتيوب في اواخر تانية ثانوي تقريبا، من ساعه ما طلع الوباء اللي كلنا عارفينه، وكان محتوايا مركز بشكل اساسي على ماينكرافت من ناحيه الشروحات وفيديوهات الضحك والجيم بلاي، وجنب ده كله كنا بننزل محتوى عن التصميمات اللي ليها علاقه بماينكرافت زي الريندرات وصور البروفايل وغيرهم. وفضلت على كده طول ثالثه ثانوي، وخلصنا ثالثه ثانوي ودخلنا في اول سنه في الجامعه اعدادي هندسه، لحد ما حصلت الفاجعه قبل امتحان الفاينل بتاع اخر السنه باسبوع او اتنين. مش هتكلم بقى اني قطعت قبل 3 شهور من امتحانات الثانويه العامه عشان لقيت نفسي بضيع، وان اول سنه في الكليه كانت تقيله وخلتني قطعت تاني وتالت عشان ما نطولش مده الفيديو على الفاضي. المهم قبل امتحانات اخر السنه بتاعت اعدادي هندسه باسبوع او اتنين، كنت قاعد على اليوتيوب في امان الله، ولقيت اشعار الجيميل نازل عليا من فوق ملخصه ان احنا قفلنا قناتك يا ابو حميد، ومعلش بقى ربنا قدر اللي فيه الخير وما اعرفش ايه. طبعا ما زعلتش خالص على تعب سنتين، ده انا يعني كنت في قمه الانبساط. حسبنا الله ونعم الوكيل. عموما بدون دخول في تفاصيل، القناه اتقفلت وراحت بحلوها ومرها، ولحد اللحظه دي انا مش عارف اتقفلت ليه بالظبط، بس بصراحه بحمد ربنا انها اتقفلت، وهفهمكم ليه كمان شويه. عايزك تتخيل كده ان في حاجه معينه انت حاسس انها مدياك قيمه فعليا، وانك مهما اتاخرت في ناس مستنياك، يعني اليوتيوب بيبقى ليه شويه تاثيرات نفسيه كده صعب ان انا اوصفها يعني، بس خلينا نقول ان كان حد بيديك بونبوني وفجاه البونبوني وقف من غير ما تعرف ليه. فيمكن ده اداني فرصه اني اعيد تفكيري وترتيب اولوياتي من تاني، وطلعت في الاخر بالنتيجه اللي انا هبدا اكلمكم عليها دلوقتي. مبدئيا مش حابب حد يفهم اللي بحاول اوصله بشكل غلط، انا مش جاي هنا احكم على محتوى الجيمنج واقول هو صح او غلط، بس انا هتكلم عليه من وجهه نظري الشخصيه. في القناه القديمه كنت بنزل فيديوهات جيم بلاي بشكل مستمر، وبصراحه كنت بستمتع جدا بتصويرها ومونتاجها، وده غير انها بشكل عام ما كانتش بتحتاج غير اني ابدا تسجيل وموف اون بقى يعني. اللي يحصل يحصل. وفي الاخر بعد المونتاج بيطلع فيديو خفيف ظريف، والشباب كانوا زيي بيحبوا النوعيه دي من الفيديوهات، ولكن كان دايما شاغل بالي كذا نقطه كده تحت عنوان واحد: هو لو انا قررت اكمل في المحتوى ده وجه وقت اني اتجوز، هتكون ايه نوعيه الناس اللي توافق على واحد اكل عيشه يكمن في الالعاب والرياكشنات والتعليقات الساخره على المواقف؟ طب لو لقيت ناس محترمين وعلى خلق ودين وبنت في قمه الاحترام وربنا كرم واتجوزت وكملت في محتوى الجيمنج اللي انا بعمله، هل بالمنظر ده هكون قدوه كويسه لاولادي وهم شايفين ان بابا بيلعب وبيعمل رياكشنات غريبه وفوق كل ده بيكسب الفلوس اللي معيشنا بيها دلوقتي؟ طب لما ابني يبقى بيستهبل في المذاكره، هقول له قوم ذاكر ولا هشجعه يتعلم مهاره مفيده في حياته ازاي وهو شايف والده بيكسب فلوس من لعب الجيمز؟ طب سيبك من كل ده، لما ابني يروح المدرسه كده والمستر يساله السؤال اللي احنا عارفينه كلنا: بابا شغال ايه؟ ابني ساعتها هيرد يقول له ايه؟ بيلعب ماينكرافت. خلينا بقى نرمي اللي فات ده على جنب ونيجي للنقطه التانية والاهم: لما اقف قدام ربنا ويسالني عن المحتوى اللي كنت بنزله وبيشوفه ناس كتير ما بين شباب واطفال، محتوى الجيمنج هيكون شفيع ليا وسبب لدخول الجنه، ولا هيكون لا قدر الله سبب في دخول النار؟ وبعيدا بقى عن محتوى الجيمنج، هي فلوس اليوتيوب اصلا ايا كان المحتوى اللي بتنزله عليه، هل هي حلال بنسبه 100% ولا ممكن يبقى فيها شبهه؟ هسال سؤال صغير كده: هي مش الفلوس ده انا بكسبها من الاعلانات؟ بصوا يا شباب، كلنا عارفين ان ارباح اليوتيوب بتيجي بشكل اساسي من الاعلانات، او بقى سواء بقى اعلانات على يوتيوب ذات نفسه، انت بتعمل اعلانات لشركات، بس انا بتكلم دلوقتي على اعلانات اليوتيوب اللي هي بتظهر في اول الفيديو، في نص الفيديو، في اخر الفيديو، الحاجات الاعلانات بتاعه اليوتيوب اللي احنا عارفينها. مش ممكن اللي داخل على واحد من فيديوهاتي يطلع له اعلان مش هقول فيه مشاهد مش كويسه او فيه بنات، خلينا نقول بالطريقه الكيوت، مش محجبات يا عيني، مع ان دي كارثه لوحدها، ولا هتكلم بقى على الحاجات المخله اللي بتطلع في الاعلانات. كم مره ظهر لك اعلان على يوتيوب وما كانش فيه موسيقى؟ يا شباب انا فضلت فتره طويله جدا قاعد بدور في موضوع الموسيقى ده، هل هي حلال ولا حرام، بحكم اني كنت بدخلها في كل فيديوهاتي تقريبا لسبب وبدون سبب. دورت وسمعت كذا شيخ زي الشيخ عثمان خميس والشيخ مصطفى العدوي ودار الافتاء وحتى وسيم يوسف والاخ التاني اللي مش فاكر اسمه اللي كان بيدعو المذهب خاص بيه تقريبا او حاجه زي كده، وغيرهم كتير بقى على قنوات التلفزيون التابعه للامارات والسعوديه وغيرهم، واقتنعت فعلا ان الموسيقى حرام بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، والحديث موجود في صحيح البخاري. وببساطه شديده لفظ يستحلون معناه انهم بيتعاملوا مع حاجه حرام على انها حلال، وتقدر تتاكد من صحه الحديث وتدور على شرحه لو ما كنتش مقتنع، وباذن الله لو انت بتدور على الحق هتلاقي اللي يرد على كل تساؤلاتك زي ما انا لقيت بالظبط باذن الله. بس خلاصه اللي عايز اقوله: مش معنى ان ذنب معين انتشر انه بقى حلال، وبالتالي دي كانت خلاصه الاسباب اللي خلتني اقتنع ان محتوى الجيمنج مش هو المحتوى المناسب ليا على الاطلاق. طيب توجه القناه الجديد: بما اننا هنرجع تاني لنقطه الصفر تقريبا، فمش هيحصل حاجه لو بدانا من تحت الصفر بشويه. انا مين؟ انا احمد الحفناوي، طالب في كليه الهندسه. عرفت مجال الجرافيك ديزاين بالصدفه لما كنت بتفرج على محتوى الانيميشن الخاص بماينكرافت، ودي كانت فتره كنت مندمج فيها مع ماينكرافت بشكل كبير، وده اللي خلى عندي فضول اني عايز اعرف الحاجات دي بتتعمل ازاي، وبالتالي بدات اشوف شروحات ليها على يوتيوب واتعلمت منها حاجات كتير، وهي اللي اهلتني
الخطوه الاخيره حتى الان، واللي خلتني امارس اللي اتعلمته وكمان اعلمه لغيري، ووجودي بصحبتكم على يوتيوب يا شباب. وبعتبر المرحله دي من اجمل المراحل اللي عديت عليها في حياتي، واللي اتعلمت فيها حاجات كتير جدا بغض النظر عن الاخطاء اللي وقعت فيها واتعلمت منها فيما بعد. بس اللي لفت نظري في الموضوع ان طول المده اللي كنت بنزل فيها محتوى عن ماينكرافت بلاحظ ان الناس اللي بتتكلم عليا بشكل مشرف سواء في السيرفر او حتى في فيديوهات اليوتيوب عرفوني بفضل الله عن طريق فيديوهات الشروحات اللي كنت بنزلها، واللي الحمد لله حلت لهم مشاكل كانت بتواجههم في اللعبه. ومن اكتر الحاجات اللي اسعدتني لما عرفت ان في حد ما كانش ليه اي علاقه بالفوتوشوب لحد ما شاف واحد من فيديوهاتي اللي كنت بشرح فيه تصميم صوره بسيطه جدا، وبعد كده هو انطلق وبقى ما شاء الله بيعمل حاجات زي كده. هحط لكم البروفايل بتاعه تحت في الديسكريبشن ان شاء الله. وبالمناسبه ده مش اعلان، اعتقد معلومه بديهيه يعني مش محتاجه. المهم ايه اللي جاي، معرفش انتوا تعرفوا ده عني ولا لا، بس اكتر جزئيه في مجال الجرافيك ديزاين اشتغلت فيها وحابب ان اطور نفسي فيها اكتر وتبقى زي التخصص بالنسبه لي هو الموشن جرافيكس ديزاين. دي المهاره اللي عن طريقها بعمل الانتروهات والاوتروز واللوجو انيميشن اللي بتشوفوها على القناه. حتى الان هو 2 دي بس يمكن بمساعده بلندر وشويه تعلم ومجهود ندمج معاه شويه 3 دي كده ولا حاجه. صعب فعلا النوعيه دي من المحتوى محتاجه مجهود وشغل كتير بصراحه، مش هكدب عليكم. وانا مش بدعي اني جامد في المجال ولا بكسب فلوس قد كده وبعلمكم بقى من بحر خبراتي اللي مفيش منه اتنين ولا حتى واحد، بس انا ليا خبره بسيطه في المجال وعملت كذا فيديو دعائي وكذا لوجو انيميشن قبل كده، ولسه بتعلم وحابب اشارك معاكم الحاجات اللي بتعلمها. وعايز اقول لكم اني اتعلمت حاجات كتير جدا بفضل وجودي معاكم على يوتيوب وبفضل اسئلتكم وافكاركم للفيديوهات. وعشان اشرح اي حاجه على القناه كان لازم دايما اتعلمها لمستوى اعلى من المطلوب عشان اقدر اوضح المعلومه بشكل كويس وابقى مستعد لاي اسئله هتسالها، واقدر فعلا اعمل محتوى يليق بالناس اللي بتتفرج عليا، مش مجرد اني بعمل فيديوهين 3 نقضي بيهم الغرض وشكرا. وبالتالي خلاصة كل ده، الفترة اللي جاية هركز بشكل كامل على محتوى التصميم وخاصة ما يتعلق بالموشن جرافيكس، واكيد هنحتاج التحفة الفنية اللي اسمها الافتر افكتس بشكل اساسي، بالاضافة لبلندر والفوتوشوب، ومعاهم الحاجات اللي ليها علاقة بصناعة المحتوى زي المونتاج وتعديل الصوت على البريمير والاوديشن. بس ما وعدكمش اني هكتر من الاتنين دول بصراحة يعني، واعتقد انه كفاية كده على ماينكرافت. كلمة وداع للاسف لا مفر منها. بعضكم عارف ان القناه القديمه قبل ما تتقفل كانت على وشك انها تكسر حاجز ال 10000 مشترك الحمد لله، ولما عملنا القناه الجديده اللي رجع من ال 10000 دول كانوا اقل من 400 شخص، يعني نسبتهم اقل من 4% من الناس اللي كانوا معانا. فبجد من القلب بشكر ال 4% اللي غالبا انت منهم دلوقتي، وشرف كبير ليا انهم كانوا بيحبوا المحتوى اللي بقدمه، والناس دي فعلا ليها معزه خاصه عندي. وفي فئه من الناس دي كانت بتتابعني عشان الشروحات، وفئه تانية كانت حابه محتوى الجيم بلاي. وبالتالي للاسف بعد الفيديو ده اكيد في نسبه من الناس هتبطل تتابع القناه عشان المحتوى اللي هي بتحبه مش هيكون موجود، وده انا عارفه ومقدره كويس جدا. فالناس دي انا بعتذر لها جدا اني مش هقدر اكمل في المحتوى اللي هم كانوا بيتابعوني عشانه، وبشكركم جدا على وقفتكم جنبي لحد دلوقتي وشرفتوني ونورتوني، واتمنى ما اكونش زعلت اي حد فيكم في اي حاجه قبل كده. ونيجي بقى للفئه الثانيه اللي عجبها الوضع وحابه تكمل معانا في الاتجاه ده. اتمنى فعلا اني اقدر اقدم لكم المحتوى اللي يليق بيكم واكون سبب ان حد يلاقي الحاجه اللي هو حاببها في مجال الجرافيكس، او حتى يتعلم حاجه جديده ممكن تساعده في الشغل اللي بيعمله. انا صدري رحب جدا وحابب اعرف ايه اللي حابين اننا نشرحه الفتره اللي جايه، ولو حد عنده افكار وحابب يسند بيها لمجرد المساعده حتى لو ما كانش عايزها هكون شاكر ليه جدا. ولو حد منكم في اي وقت شاف اي حركه او تاثير او تصميم او اي حاجه حابب نشرح اتعملت ازاي، ممكن يكتب لي تحت في الكومنتات او حتى يتواصل معايا على ديسكورد اللي هيكون تحت في الديسكربشن ان شاء الله. وانا ما بقفلش الخاص بتاعي وهو مفتوح على طول، اي حد يقدر يبعت لي في اي وقت. وحتى لو انا ما اعرفش ازاي تتعمل وشايف انها حاجه هتفيد الناس وهيكون عليها اقبال كويس، ما عنديش اي مشكله ان انا اتعلمها ولو من الصفر، زي ما عملت في سلسله ريندر على بلندر بالظبط، واللي اضطريت ان انا اشيلها عشان شبهه رسم ذوات الارواح اللي ما فيش مجال للاسف ان اتكلم عنها عشان الفيديو ما يطولش اكتر من كده. وغير ده كله، من النهارده باذن الله القناه دي هتمثلني وهتعتبر وسيلتي لنشر افكاري والتفاعل مع الناس من نفس مجالي واهتماماتي زي حضراتكم بالظبط. واكيد باذن الله هتكون حاجه تميزني عن كتير من المصممين ومصدر ثقه لاي عميل عايز يتعامل معايا. وباذن الله اسمه وبانر وصوره القناه هيتغيروا وهنبدا على نظافه من تاني. وشكرا جدا على دعمكم ومساعدتكم ووقفتكم جنبي لحد دلوقتي، واتمنى فعلا ان ما اقصرش معاكم في اي حاجه. والخاص عندي في ديسكورد مفتوح على طول واي حد ممكن يسالني في اي حاجه في اي وقت. وغالبا هيحصل حاجه من الاثنين، يا اما سيرفر ديسكورد هنغير فيه تغييرات كتير جدا، يا اما من الاول هننقل نفسنا على سيرفر ديسكورد جديد تماما. بس لما يجي وقت الكلام ده هبقى اقول لكم ان شاء الله. واعتقد برضو ان بقى في سبب منطقي دلوقتي يخلينا نطلع بالفيس كام، بس لما الظروف تكون احسن من كده شويه ممكن نبقى نعملها. وشكرا انك وصلت لحد اللحظه دي في الفيديو، واشوفكم على خير الفيديو الجاي باذن الله. مع السلامه.